السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ وحشتوني جدًا، ليّا فترة معلش منعزل شوية، آآ خلاص بنفنِّش في سنة 5 في final سنة 5 خلاص، هنخلّص امتحانات إن شاء الله يوم 27/1 النهارده كام؟ النهارده 15 خلاص يعني أقل من يعني حوالي 20 أقل من 20 يوم، أقل من 20 يوم يعني، الحمد لله 20 يوم إيه! 12 يوم، خلاص الأمور يعني خلاص الحمد لله يعني تمام، ف الحمد لله. المهم ندخل في عنوان الفيديو على طول أو ندخل في محتوى الفيديو على طول، الفيديو بيتكلم عن القراءة. طيب اشمعنى أنت جيت اتكلمت عن القراءة دلوقتي؟ آآ مش عشان حاجة بصراحة، يعني أنا شخص ممكن أكون يعني يبان عليّا من برّه إن أنا شخص منظَّم شوية أو إن أنت مثلًا شايف مرتِّب حياتي بقى وعارف أوازن بقى بين المحتوى والمذاكرة ومش عارف والطِب والشطرنج ومش عارف، لكن لأ والله أنا يعني في الواقع عبثي جدًا فاهم، يعني أنا عبثي بس بطريقة منظَّمة. هتقول لي إزاي؟ ممكن أبقى نتكلم عنها في فيديو فيما بعد إن شاء الله يعني تمام، يعني الفيديوهات ديّة لأ، يعني مش بتيجي مش باكون مثلًا منظِّم لها زي اليوتيوبر مثلًا، اللي هو مش باكون عامل مثلًا list للحاجات اللي عايز أقولها، ولكن باكون منظّم لها في دماغي فاهم، يعني فكك. المهم إزاي نبدأ نقرأ تمام، بُص بصراحة يعني لو أنا قُلت لك إن أنت بعد الفيديو ده تمام، هتصبح قارئ فهو الموضوع لأ، يعني أنا هاكون باضحك عليك أو هاكون بابيع لك الهوا، فاهم الفكرة؟ ليه؟ لأن في بعض الناس من طبيعتهم من وهُم صغيرين هم كانوا بيحبوا القراءة، فهُم نشأوا على كده، فاهم الفكرة؟ يعني مثلًا هاحكي لك عني مثلًا حاجة بسيطة مثلًا تمام، وأنا صغير يعني لحد تقريبًا خامسة ابتدائي أو لحد أولى إعدادي، أنا ما كانش معايا تليفون، يعني ما كانش معايا أي digitals يعني ولا كان في كمبيوتر ولا كان في تليفون ولا iPad ولا أي حاجة، ما كانش في أي حاجات رقمية، فاهمين قصدي؟ معلش بس عندي زُكام، فكل ما يبان عندي زُكام هتلاقوني معلش يعني تمام، أنتم عارفين البرد. فالمهم أنا ما كانش عندي أي حاجات رقمية، فالمهم كنت وقتها وأنا صغير كنت باخد 2 جنيه مصروف، يعني أنا فاكر أول مصروف آخده في حياتي كنت في سنة أولى ابتدائي وتانية ابتدائي تقريبًا، هم 2 جنيه، يعني 2 جنيه دول كانوا في كل حاجة بقى تمام، فال2 جنيه دول كنت باعمل بيهم إيه بقى، كان في مكتبة جنب المدرسة بتاعتي وأنا صغير، يعني كان في مكتبة كده عادي يعني مكتبة عامة يعني مش مكتبة المدرسة لأ، مكتبة عادي تمام، بيطبع عندها ورق وكده يعني تمام، فالمهم أنا كنت لمّا باعدّي على المكتبة ديّة، كنت بالاقي بقى في الصفوف بتاعة المكتبة في يعني زي قصص كده صغيّرة أو روايات صغيّرة أو كُتب صغيّرة، فأنا يعني ما أعرفش ليه، ما أعرفش هل أنا اتولدت ما أعرفش فاهم، بس أنا كنت بانجذب يعني شكل الكتاب كده شكله يعني بُص ما تفهمنيش غلط يعني، بس باحس الكتاب كده شكله sexy الصراحة يعني يا جماعة مش قصدي sexy اللي هو بمعنى جنسي يعني لأ، الأجانب بيستخدموا المصطلح ده بمعنى حاجة جذابة، يعني فاهم، يعني حتى في الشطرنج يقول لك إيه wow this is a sexy move يعني دي نقلة واو يعني فاهم؟ فاللي هو باحس على فكرة فيما بعد اكتشفت إن في فعلًا في الطب النفسي الناس اللي بتنجذب للقراءة وللذكاء، يعني مثلًا في حد مثلًا ممكن ما ينجذبش أو ولد مثلًا ما ينجذبش للبنت علشان البنت دي مثلًا شكلها حلو أو علشان مثلًا جذابة مثلًا، لكن هو بينجذب لها علشان ذكية، علشان فيها بعض سمات الذكاء فاهم؟ ده بيقولوا عليه في الطب يعني أو بيقولوا عليه في علم النفس sapiosexual يعني بينجذب للذكاء، بس ما علينا يعني تمام؟ ماشي؟ اللي هو أنا منهم بالمناسبة بس مش مشكلة ماشي، فالمهم أنا كنت باشوف شكل الكتب إيه الحلاوة دي! ده كإني شُفت مثلًا إيه، كإني شُفت حتّة لحمة مثلًا فاهم، كإني شُفت مثلًا شوف أي حاجة بتعجبك فاهم، كإنه لا مؤاخذة يعني كلب صغير كده وشاف حتّة لحمة كده إيه الجمال ده عايز أمسكها فاهم، عايز أعرف يعني باحس كده اللي هو كان جوايا غريزة اللي هو عاوز أمسك الكتاب ده أشوف إيه في إيه من جوّه فاهم، بالإضافة طبعًا اللي هي الكتب الأساسية بتاعة المذاكرة يعني، طَب بكام الرواية؟ أنا فاكر لحد دلوقتي كل حاجة بالتفصيل يعني الحمد لله تمام، كانت الرواية أو القصة كانت ب10 جنيه، طبعًا كنت باخد 2 جنيه بس مصروف تمام، فأنا كنت بافضل أحوّش تمام، والله العظيم أحوّش ال2 جنيه دول أحوّش جنيه أو ال2 منهم أحوّشهم، وآخر الأسبوع أشتري واحدة، يكون معايا بقى 10 جنيه بقى، وآخر الأسبوع بقى أجيب واحدة تمام، كانت إيه القصص دي؟ كانت قصص متنوعة، كانت قصة صغيرة خالص كده تمام، في بعض القصص عن جحا بقى تمام، اللي هي قصص جحا بقى مش عارف قصة ألف ليلة وليلة، قصة مش عارف كابتن ماجد تمام، اللي هي قصص صغيرة، كنت باحب جدًا الحاجات دي. في الأجازة بقى يعني ما كنتش باروح المدرسة، فما كنتش باعرف أروح المكتبة دي تمام، فبابا بقى عشان يعني كان بيشوفني قاعد خلاص أنا مش باعمل حاجة، وأنا زي ما قُلت لحضراتكم قبل كده فيديو عني إن أنا مش يعني
ما كنتش بانزل الشارع، يعني الوالدة كانت حابساني في البيت طول الوقت، كنت قاعد بس في الأوضة بتاعتي، فأنا كنت قاعد بارسم، أتفرّج على التلفزيون وخلاص، فاللي هو ما كانش معايا فون، ما كانش معايا حاجة، ما كانش فاهم؟ فبابا بقى كان كل أسبوع بقى، كان كل يوم سبت تقريبًا، كان في زي إصدارات، اللي هو المكان اللي بيبيعوا الجرانين، عارفين الجورنال يا جماعة بتاع زمان ده، تمام؟ فالراجل اللي بيقعد بالجرانين ده في الشارع، بيجيب كل أسبوع إصدارات لكُتب، تمام؟ فوقتها بابا كان بيجيب لي الإصدار الأسبوعي للمجلات اللي بيلاقيها، أي مجلة يلاقيها مثلًا، تمام؟ كان يجيب لي مثلًا الإصدار الأسبوعي لمجلة مثلًا ماجد مثلًا، تمام؟ لمجلة مثلًا National Geographic، تمام؟ وفي بعض المجلات أهو أوريهم لحضراتكم، تمام؟ أهو بُصّوا يا جماعة، أنا عندي مكتبة صغيرة هنا، تمام؟ باحط فيها الروايات. بُصّوا، دي بعض الإصدارات الأسبوعية اللي الوالد كان بيجيبها لي، تمام؟ كل أسبوع كان يجيب لي واحدة من دول، شايفين؟ كل أسبوع، يعني مثلًا، تمام، دي بتاريخ 2015، يعني المجلة دي برواية 2015، تمام. بُص تمنها من تحت أهو، والله بُص تمنها 10 جنيه، يعني هي حاجات زي كده بالضبط اللي أنا كنت باشتريها، تمام. كان بيكون فيها معلومات بقى عن مين، عن الحيوانات بقى، وكان فيها ألغاز سودوكو بقى، الحاجات دي كنت باقراها وأنا في ابتدائي، تمام. سودوكو بقى وألغاز عقلية، تمام، وطرائف ومعلومات عن البلاد، معلومات عن البطاريق، تمام. دي مش عارف اسمها جزر العنقاء ب10 جنيه، تمام. 2014 كنت في ابتدائي وقتها، تمام. دي رحلة إلى القمر، تمام، وهكذا، تمام. دي تقريبًا أكبر مجلد جِبته، كان بيتكلم عن المحيط وعن المخلوقات اللي في البحر ومعلومة عنهم. الحاجات ديّة بالنسبة لي يا جماعة أقسم بالله، تمام، كنت بافضل مستنيها من الأسبوع لأسبوع، يعني كنت بافضل مثلًا مستني يوم السبت ده ييجي علشان بابا وهو داخل يجيب لي معاه واحدة من دي. بافضل أتنطط كده من الفرحة، الله والله فاهمين ليه؟ لأن ده كان مصدر المتعة بتاعي، يعني لمّا أنا كنت باخلّص مذاكرة، تمام، واقعد باقي اليوم أنا مش عارف أعمل إيه، أنا مش بانزل الشارع، ما باعرفش ألعب كورة أو ما باعرفش حد، ما عنديش أصحاب، فاهم؟ فأنا قاعد يا باتفرج على تلفزيون، باتفرج مثلًا على كارتون نتورك اللي هو نيكلوديان، تمام، كابتن ماجد، مش عارف فاهمين، اللي هو سبيس تون. بس خلاص الواحد بيزهق برضه، عاوز يغيّر، فكان بالنسبة لي ده مصدر المتعة، أقعد بقى مع نفسي واحل بقى ألغاز واقرأ وبتاع، فاهم؟ وكل شوية أروح أبُص يا ماما مش عارف إيه، بُص يا ماما الحيوان ده، بُص يا ماما مش عارف اللعبة دي، بُص يا ماما مش عارف بُص المعلومة دي، فاهم؟ واجري على ماما اوريها المعلومات ديّة، تمام، ونحل مع بعض الألغاز. فكان بالنسبة لي إحساس رائع إن أنا أستنى هذا الإصدار كل أسبوع. فأنا منذ الصغر، يعني بحكم إن مكان، أنت ليه بتحكي القصة دي يا إسلام؟ تمام؟ معلش أنا لازم أستهل الموضوع علشان أوصّل لك معلومة. بحكم إن ما كانش في مصادر دوبامين سريعة، زي مثلًا الفون يدّيك مصدر سعادة سريع، أنت مثلًا زهقان تعمل إيه؟ تمسك الفون، أنت زهقان تعمل إيه؟ أقعد على الكمبيوتر، أنت زهقان تعمل إيه؟ فاهم؟ دلوقتي يعني فاهم، أنت زهقان تعمل إيه لمّا كبرنا شوية؟ تروح تشرب سجاير، يعني تمام، ربنا يعني 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 يبعد عنكم الحاجات دي يعني، تمام، أنت زهقان تعمل إيه؟ إباحية، فاهم؟ فبحكم إن مصادر الدوبامين أو السعادة السريعة دي ما كانتش موجودة، فالواحد كان بياخد سعادة بطيئة، بس سعادة مفيدة، فاهم؟ يعني أنت فاهم قصدي؟ هي سعادة بس بطيئة شوية، محتاجة وقت، محتاج إنك تصبر عليها، محتاج إنك تاخد وقتك علشان تعرف يعني تحس بالمتعة بتاعة الكتب دي، فاهم الفكرة؟ بالمناسبة برضه أورّي حضراتكم إيه، يعني في عندي ثواني كده أورّيكم، عندي كتب كتير هنا، وعندي كتب في الكرتونة تحت، وعندي كتب في المكتب، تمام، معظمها يعني عبارة عن تجميعة يعني طول السنين اللي فاتت يعني، تمام. أوري حضراتكم برضه جزء من الكتب دي، تمام، مش عارف شايفينها والّا لأ أهو، تمام، مش شايفينها كويس صح كده؟ بس هي مكتبة كبيرة يعني المفروض يعني، تمام، بالطول كده لحد فوق، بطول الحيطة كلها، دي كلها حاجات أنا أشيل الإزازة وبرضه أشيلها تمام. وفي الكرتونة اللي تحت دي كتب عامة مش كتب طب على فكرة يعني، دي غير كتب الطب يعني، تمام. فاللي عاوز أقوله، إيه اللي أنا عاوز أوصّله، إن أنا لمّا يعني يعني ما كانش متاح وسائل السعادة السريعة اللي هي المتاحة دلوقتي، العقل بتاعنا بيبدأ يدوّر على وسايل السعادة تانية، تتمثّل بقى في القراءة، هي القراءة بتدّي سعادة طبعًا، طبعًا مهما كان نوع القراءة، سواء رواية، سواء كتاب عادي، تمام، والناس اللي بتقرأ واللي مستمرة على القراءة فاهمة قصدي كويس، تمام، بس هي بتكون سعادة بطيئة ولكن طويلة، فاهم الفكرة؟ وإحساسها مختلف، سعادة حلوة كده يا جماعة، تمام. فالمهم، فإيه أول خطوة من وجهة نظري هتساعدك على القراءة، هو إنك تزيل المشتتات ومصادر السعادة السريعة والكتيرة المتاحة دلوقتي.
فعقلك يبدأ يدوّر على مصادر سعادة أخرى، أي نعم هي بتكون أقل شوية، ولكن بتدّي سعادة على مستوى أبعد. يعني مثلًا أنت لو تتخيل معايا مثلًا إيه، تخيل معايا إن السعادة دي اللي هو الدوبامين قد الكوباية دي مثلًا، تمام؟ السعادة مثلًا اللي بتاخدها من التيك توك بتملى الكوباية دي كلّها في ساعة وتفضى تاني، تمام؟ لكن السعادة اللي من القراءة شوية، 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 ومش بتفضى بسهولة. فاهمين قصدي؟ فاهمين الفرق في التشبيه؟ فالمهم، فدي أول خطوة من وجهة نظري، إنك تحاول تقلل قدر الإمكان لاستخدامك من السوشيال ميديا والتيك توك. هتقولي يا اسلام أنت كل فيديو، والله لأن للأسف معظم المشاكل اللي إحنا بنواجهها من تشتت في التفكير، من صعوبة في النوم، من صعوبة في التركيز، من صعوبة في الحفظ، تمام؟ من انعدام الشغف، تمام؟ من البحث عن وسائل السعادة السريعة، والتخلّي عن وسائل السعادة اللي هي البطيئة شوية بس مفيدة، زي القراءة والgym والأكل الصحي، تمام؟ وإنك تشوف أهلك وتزور فاهم؟ وصلة الرحم الحاجات دي كلّها، كلّه سببه التليفون. والله كان أمهاتنا معاها حق لمّا كل حاجة يقول بسبب الفون، أيوه، تمام؟ فمع الوقت أنا كبرت بصراحة. يعني أي حاجة بقيت بارجع إن لازم أذاكرها من كتاب. يعني حتى مثلًا لو في معلومة معيّنة مش عارفها، فأنا مش باروح مثلًا أبحث على اليوتيوب مثلًا، أو مش باروح أسأل حد، لأ أنا باحمّل كتاب باقرأه عن الموضوع، تمام؟ ما أعرفش ده جنون والّا لأ يعني، ولكن هو حتى الآن يعني الناس اللي متابعاني على القناة التانية بتاعة الشطرنج، تمام؟ أنا مش زي مثلًا بقية القنوات اللي هو باجيب لك مثلًا دور واشرحه، لأ، أنا باجيب كتاب شطرنج أشرحه لك، منهج. تمام؟ أنا مؤمن إن أي حاجة عايز تتعلمها أنت هتتعلمها من الكتب. يعني لو حضراتكم شايفين ورا، دي كلها كتب شطرنج، وفي كتب شطرنج تانية كتير يعني، تمام؟ لمّا حبيت أتعلم رسم قبل كده، ففي كتاب حمّلته عن الرسم اسمه لوميس ميثود، تمام؟ أو طريقة لوميس، اللي هو مش عارف ترسم دواير كده وخطوط كده وتقسّم الجبهة وبتاع. قعدت أتعلم منه رسم وبتاع. فاهمين الفكرة؟ يعني حتى الجيتار كنت بادوّر على حاجة تعلمني مش عارف الكوردات بقى بُص، فأنا كبرت خلاص على النقطة دي. طيب قُل لنا يا إسلام الحل. أنت عمّال ترغي وتتكلم عن نفسك، معلش يعني معلش، تمام؟ أنا هاقول لك الحل بس بادردش معاكم، أنتم أخواتي يعني، مش عايز أدردش معاك يا عم، أنا آسف، ما تزعلش منّي خلاص. بس باحكي معاكم شوية، أحكي مع مين طيب؟ أحكي معاكم والله، تمام؟ يعني أنتم أخواتي مش أكتر. طيب، أول حاجة يا جماعة، تمام؟ أنت إيه الخطوة الأولى اللي تاخدها تجاه إن أنت عاوز تبدأ قراءة؟ هي النية. يعني بُص النية. يعني إيه النية؟ أنت أكيد طالما دخلت الفيديو وبتسمع لهنا، فأنت عاوز تبدأ بس مش عارف إزاي، فاهم؟ يعني أنت مثلًا يعني حاولت أو جرّبت تقرا قبل كده، بس يعني فكست تاني، ما عجبكش الموضوع، صح كده؟ فأنت أول حاجة مهمة هي النية. لأن ممكن أنا أقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا وبتاع، بس أنت من جواك ما عندكش النية إنك تقرأ، فاهم الفكرة؟ طيب إزاي يعني يكون عندي النية؟ هو إن أنت تكون حابب أصلًا إنك تقرأ، بس أنت مش عارف إزاي تبدأ، فاهم قصدي؟ تمام. طيب قبل ما أكمّل حابب أقول يا جماعة إن أنا كل سنة، يعني أنا عادةً يعني تقريبًا ما فيش سنة فوّتها لازم أروح معرض الكتاب يعني، تمام؟ فأنا باحب جدًا معرض الكتاب، باحب الvibes جدًا بتاعته. باحب أشوف ناس هناك وأسلِّم عليها وناخد صورة بقى وبتاع، فاهمين؟ فأنا باحب جدًا، جدًا معرض الكتاب صراحةً، يعني كإنه كده اللي هو فاهمين، كإنه العيد. يعني معرض الكتاب ده كإن أنا خلاص مستني العيد كده ييجي، فاهمين؟ عشان أروح بقى العيد. ما أعرفش إيه التشبيهات الغريبة اللي أنا باقولها ديّة، ولكن فاهمين قصدي صح كده؟ فالمهم يعني، فإن شاء الله المرّة دي هاروح معرض الكتاب، ولكن بما إن هاخلّص امتحانات يوم 27/1، تمام؟ فمعرض الكتاب تقريبًا هو يوم 22 صح كده؟ وهو تقريبًا من يوم 22 لحد يوم 2/2 صح كده؟ فإن شاء الله هاكون هناك يوم 29. يعني أنا يوم 27/1 هاخلّص امتحانات، هاحجز قطر أو أوتوبيس مثلًا يوم 28 بالليل، يوم 29/1 هاكون في المعرض هناك، تمام؟ فأتمنى يعني إن لو حد يعني هيروح، يعني يستنى بقى ليوم 29 عشان نتقابل، لأن أنا باحب جدًا صراحةً أشوف الناس اللي بتحبني وباحبهم، تمام؟ ونسلِّم على بعض، ناخد صورة بقى، نعمل فاهمين؟ أي حاجة بقى نغيّر جو شوية. فلو حابين نتقابل، لو حد عنده نية إنه يروح معرض الكتاب وبيتابعني مثلًا أو كده، ينتظر إن شاء الله ليوم 29 واحتمال كمان يوم 30. يعني هاكون يوم 29 و30 هناك يعني، تمام؟ يومين ورا بعض. بس وكمان لو في أي updates أو تغييرات هابقى أشيّر على الstory بتاعة الإنستجرام إن شاء الله يعني، تمام؟ فأنا هاكون إن شاء الله في القاهرة يعني، أو هاسافر يعني يوم 28 وهاكون في القاهرة يوم 29 و30. هاقعد يومين 3 هناك يعني، وبعد كده أرجع تاني إن شاء الله يعني، تمام؟ بس فده فاصل قصير يعني، حبيت أقول لو حد يعني هيروح معرض الكتاب يعني نبقى نتقابل هناك يعني، تمام؟
فلو مش عاملين لي بقى فولو انستجرام ولا حاجه، هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن، عشان ان شاء الله اي ابديتس بقى هتلاقوها هناك يعني. تمام. وزي ما قلت لكم هعمل بقى فلوج عن الموضوع يعني. تمام. وانا رايح هناك بقى، فانتظروا ان شاء الله. فالمهم نرجع للكلام تاني بقى. اول خطوه يا جماعه عشان تحب القراءه هو انك تتخلص من الحاجات اللي بتديك دوبامين عالي. تمام. جرب برضو تعمل دوبامين ديتوكس لو انت انترستد يعني. طيب ايه تاني خطوه من وجهه نظري؟ تاني خطوه هو انك تختار حاجه انت فعلا انترستد في القراءه عنها. يعني مثلا ما تكونش مثلا انت مش طايق الفيزياء مثلا، مش طايق الحاجات اللي هي الاجسام، الفضاء، ما بتحبش المجال ده، ما بتحبش الفيزياء، ما بتحبش الكلام ده، وتروح تقرا لي كتاب مثلا ستيفن هوكينج. يعني فاهم. ما تكونش مثلا انت مش طايق مثلا الحاجات دي، وتروح تجيب لي مثلا كتاب بيتكلم عن الكهرباء مثلا. فاهم. مش منطقي. فاهم قصدي؟ ما تكونش مثلا انت ما بتحبش الشطرنج وتجيب لي كتاب بيتكلم على الشطرنج، ما هو طبيعي يعني. تمام. عموما انا مش فان قوي لقراءه الروايات. يعني انا مش بقول انها وحشه، لكن انا مش فان قوي ليها. يعني معظم الكتب اللي انا بحب اقراها، بحب اقرا بحاجه انا بطلع منها بمعلومه في حياتي. يعني انا بطلع منها بحاجه، بدرس، بطلع منها بحاجه انا بطبقها في حياتي. فاهم الفكره؟ فتاني حاجه او يعني تاني خطوه هو انك تختار حاجه انت فعلا انترست انك تقراها. تمام. حاجه تبع مثلا دراستك لو انت حابب، حاجه تبع شغف انت بتحبه. فاهم. حاجه انت بتحبها مثلا وربنا يعني ما اردش انك تدخل الكليه بتاعتها. يعني مثلا بتحب مثلا اللغات مثلا. فاهم. وانت دخلت مثلا طب زي كده. فاهم. هات حاجه تبع الشغف بتاعك تثقف فيها وهتعرف معلومات اكتر. المهم حاجه انت تكون فعلا انت عاوز تقرا فيها. فيكون عندك اللي هو الانترست او الشغف انك تقرا فيها. فاهمين قصدي يا جماعه؟ ودي نقطه مهمه جدا، لان بلاقي ناس مثلا في معرض الكتاب مثلا يروحوا عاوز يجيب اي حاجه لمجرد انه بيجيب. يا عم، يا عم، فاهم الفكره؟ لا، هتزهق كده، مش فاهم. هتزهق والله. طيب. طب يا اسلام، ما ترشح لنا حاجه ارشح لكم بقى في معرض الكتاب. اللي يجي يشوفني بقى في معرض الكتاب هرشح له هناك بقى. تمام. طيب. المهم نرجع تاني. فتاني حاجه بجد والله العظيم يا جماعه، هات حاجه انت فعلا انترستد تقرا فيها. انت انترستد مثلا في السيكولوجي، ده مجال حلو جدا. هات حاجه بيتكلم عن علم النفس والسيكولوجي والسمات بتاعت الانسان والعقل البشري، انترستد في الكلام ده. طيب انت مثلا بتحب الطب مثلا وربنا ما كرمكش مثلا، فاهم، وما دخلتش كليه الطب، لا هات حاجه مثلا ايه تقرا فيها عن الطب، تتثقف، ايه المشكله، تشبع الغريزه اللي جواك. تمام. يعني بحب اجيب مثلا كتب عن الفضاء يعني. فاهم. وهكذا يعني. تمام. بحب جدا الكلام ده. هات حاجه انت فعلا عاوز تقراها. دي تاني خطوه او تالت خطوه بقى زي ما تعد يعني. تمام. طيب تالت خطوه، انا اهو جبت الكتاب. بص انا ماشي معاك خطوه خطوه حرفيا، مش بديك كلام عايم، لا انا ماشي معاك بالترتيب. تمام. تالت خطوه، انا يا عم اسلام خلاص حددت مثلا هجيب كتابين ثلاثه لما اجي يوم 29 في معرض الكتاب واسلم عليك فاهم. ماشي. وتمام، حددت الحاجات اللي انا عايز اجيبها والامور بتاعتي بخير، ولقيت فيه ثلاث اربع كتب كده عاجبني شدني، ورحت معرض الكتاب واتصورت معاك. تمام. وجبتهم. طب وبعدين هتروح حلو، هتقرا فيهم يوم اتنين مش هتقرا تاني بعد كده. صح صح. ليه؟ لان انت ما عندكش في الاصل غريزه القراءه، او علشان انت ما تخلصتش بشكل كويس من المشتتات التانية. وبالتالي تيجي نقطه مهمه جدا جدا، هتحاول او هتخليك تقدر تعمل موازنه بين مثلا المشتتات وبين القراءه. ايه النقطه دي؟ ممكن البعض يلاقي ايه اسم الهبل اللي انت بتقوله، لكن اقسم بالله العظيم يا جماعه دي فعاله جدا. والله بجد عن تجربه. ايه الحاجه دي؟ بص كده. حدد حدد وقتين في اليوم، او وقت ممكن وقتين او وقت براحتك. يعني مثلا وقت مثلا في الصبح، وقت قبل ما انام مثلا، او وقت في الظهر، ووقت مثلا بالليل. اي وقتين، وقت مثلا بعد ما تيجي من الكليه، ووقت مثلا فاهم بعد ما تيجي من الجيم مثلا، او وقت واحد براحتك. بص انا بتكلم الناس اللي هي ما قرأتش خالص قبل كده. و- والوقت ده حط تارجت فيه انك تقرا 5 صفحات بس. اسلام، خمسه بس؟ ايه خمس؟ هو انا جاي كتاب عشان اقرا 5 صفحات بس؟ يا عم اسمع مني بس. اسمع مني والله العظيم يا جماعه، اقرا بس 5 صفحات. لو انت جبت كتاب وقريت الكتاب ده كله في يوم وبعد كده ما قراتش تاني، هل ده احسن ولا انك تقرا 5 صفحات بس في اليوم؟ لا طبعا اقرا 5 صفحات بس في اليوم واستمر على القراءه. ده احسن بكتير من إن اجيب كتب كتير وما اقراهاش. تمام يا اسلام؟ طب ما خمسه قليل جدا، ما ده الهدف. ما هو انت ما بتقراش اصلا. فلما تقول مثلا يا هو انا هقرا الكتاب ده كله، فاهم يعني مثلا لما تبص على حجم الكتاب، يعني في كتب كبيره جدا. يعني بص مثلا، بص مثلا الروايه دي اسمها زياتلس 6. تمام.
بُص حجمها كبير، يعني حجمها متوسط على فكرة مش كبير أوي يعني تمام، ولكن حوالي 600 صفحة. أنت لمّا تيجي تبُص عليها ياه! إيه ده كلّه؟ هل هاعرف أقرا ده كلّه مثلًا فاهم؟ فأنت هتروح يحصل لك mental block. ما باقولكش تجيب كتب صغيرة، لا، لا، لأ، هات الكتاب اللي يعجبك عادي بغض النظر عن الحجم، لكن الهدف بس إن أنا أقرا 5 صفحات. طيب إيه المغزى أو إيه والله العظيم يا جماعة اسمع كلامي بس ما لكش دعوة، اسمع كلامي ما لكش دعوة، استمر بس على ال5 صفحات دول. الهدف مش إنك تقرا 5 صفحات، ده الزتونة حرفيًا، الهدف إن مثلًا بعد شهر تكون كل يوم قريت 5 صفحات، بس كده. فأنت بشكل يعني لا واعي أنت بنيت عادة القراءة، فهتبقى بعد شهر أو 2 من قراءتك بس ال5 صفحات، غريزة القراءة عندك اتشكِّلت زيك زي الشخص اللي بيحب القراءة منذ الصغر. فهمت الهدف؟ طب اشمعنى 5 يعني ليه مثلًا مش 10؟ لأن 5 عدد قليل، فأنت حتى لو مكسل ياه النهارده تعبان، قال خلاص ده 5 صفحات مش هياخدوا 10 دقايق مني، فتروح تقراهم، فهمت؟ فهو الهدف في البداية مش إن أنت تقرأ، الهدف إنك تبني الأول غريزة القراءة، وغريزة القراءة لو أنت بنيتها إنك مثلًا النهارده أنا عاوز مثلًا أخلّص الكتاب ده في شهر، مثلًا طبعًا يعني في ناس ما شاء الله بتخلّص الكتاب في يوم قد ده عادي يعني تمام؟ بس مش ده الهدف خالص، خالص، مش الهدف في الكَم أبدًا، تمام، الهدف هو بس إن أنا أبني لك عندك حُب القراءة، يبقى دي بس خلّي بالك حدِّد وقت معيّن في اليوم، ليه؟ علشان تبني عادة، لإن في كتاب العادات الذرية أو الatomic habits الراجل بيقول إيه بقى، اللي هو الكاتب عادات ذرية، بيقول لمّا تيجي تبني عادة جديدة، فأنت يا بتبنيها بطريقة من 2 تمام، أنا مش متذكر أوي ال تمام، ولكن فيما معناه كده يعني أنا قريت الكتاب ده من زمان، هو إنك بتستبدل العادة دي بعادة جديدة، يعني إيه؟ يعني مثلًا أنا لمّا كنت يعني مش أنا يعني أنا باتكلم في العموم يعني مثلًا محمد مثلًا لمّا بيكون مخنوق بيشرب سيجارة، أو مثلًا بيتفرج على إباحية تمام، فهي دي عادة بيعملها، طب ما تجرّب لمّا تكون مخنوق تقرأ 5 صفحات، فأنت بتبدأ تستبدل عادة بعادة، فاهم الفكرة؟ فاهم إيه اللي يا سلام القراءة مش ممتعة، معلش، معلش في البداية تحسّها مش ممتعة، بس أنا عاوزك تبني العادة، أنت فهمت الفكرة؟ 5 ولا تزوّد ولا تقلل عن كده، واستمر على الموضوع ده شهر 2 بعد كده ابقى زوّد، يعني بعد كده زوّد تمام، لأنك لو فضلت تقرأ أكتر من كده ممكن خلاص تزهق فاهم؟ لو عندك طبعًا القابلية إنك تقرأ أكتر من كده يعني ربنا يوفقك يعني طبعًا مش قصدي حاجة، ولكن أنا باقول لك بس على طريقة يعني فاهم، نفعت معايا وهتنفع مع معظمكم. طيب إيه كمان كنت لسه باتكلم على كتاب العادات الذرية، إنك تستبدل عادة بعادة تانية، أو إنك تلزق العادة دي في عادة أنت بتعملها كل يوم، يعني مثلًا أنا كل يوم مثلًا الساعة 10:00 باتفرج مثلًا على التلفزيون، باتفرج على Netflix مثلًا تمام، كل يوم مثلًا في الصبح باروح الكلية تمام، فدي عادة أنت بتعملها كل يوم، هي دي عادة أنت كده بتعملها، فعلشان تبني عادة جديدة، فالطريقة التانية بدل ما تستبدل مثلًا عادة كويسة بعادة وحشة عادة وحشة بعادة كويسة، مش عارف تستبدل القراءة بالحاجة الوحشة يعني فاهم، أنا ما اعرفش ماشي، فالطريقة التانية هي إنك تلزق عادة في عادة. يعني إيه؟ يعني أنت كل يوم مثلًا بتيجي من الكلية الساعة 13:00 أنا كل يوم باجي بُص كده من بُكرة، كل يوم باجي من الكلية الساعة 13:00 بارجع أقرأ 5 صفحات. كل يوم باجي من الكلية الساعة 13:00 بارجع أقرأ 5 صفحات فاهم؟ طب أنت كل يوم مثلًا بتصلّي العشاء مثلًا تمام، دي عادة تمام، كلنا بنصلّي تمام، فأنا كل يوم بعد صلاة العشا أنا هاقرا 5 صفحات، فأنت بتلزق عادة في عادة، فالعادة التانية دي تكون مقترنة بعادة أنت كده بتعملها كل يوم، فدي تاني طريقة أنت بتحفّز نفسك على القراءة، وعلشان تتشجّع إنك أو تستمر إنك تعمل العادة دي زي ما قُلت لك نصيحة من أخوك اقرأ بس 5 صفحات وما لكش دعوة، لمدة شهر، شهرين، وبعد كده هتلاقي نفسك تلقائي أنت عاوز تزوّد، تمام؟ دي تاني طريقة والله العظيم يا جماعة أنا باقول لكم على الخلاصة تمام، مش باقول لك كلام في الهوا. بالمناسبة يا جماعة قبل ما تشتري أي رواية أو أي كتاب تمام، حاول تقرا نبذة الكتاب ده بيتكلم عن إيه، يعني اقرا الreview مثلًا بتاعه على Google reads لو أنت ما عندكش برنامج Google reads فده برنامج جامد جدًا، جدًا لأي حد بيحب القراءة وأنت هتحمّله النهارده لأنك خلاص بعد الفيديو ده أنت هتبقى قارئ تمام، فمرّة في حد رشّح لي كتاب صراحةً أنا ندمت إن أنا يعني جِبت الكتاب ده أسوأ كتاب أنا جِبته في حياتي، اسمه اسمه إيه، اسمه والله نسيت اسمه Credence تمام، كتاب Credence ده تمام يا جماعة، ده أسوأ كتاب أنا قرأته في حياتي، تقريبًا هي الشاشة معكوسة عشان الكاميرا flipped تقريبًا تمام، أهو، طب يا جماعة الكتاب ده أسوأ كتاب أنا قرأته، وبُص كاتب لك إيه نيويورك تايم best seller يا عم best seller إيه يا عم، best seller إيه، أقسم بالله يا جماعة الكتاب ده يعني أستغفر الله العظيم، ما حدش يا جماعة يقرأه تمام، بس أنا باقول لكم يعني إن أنا مرّة اتخمّيت في كتاب واشتريته من معرض الكتاب، مرّة حد كان مرشّحه وأنا ما قرأتش الكتاب بيتكلم عن إيه، طلعت رواية بشعة تمام، دي وواحدة تانية ورواية تانية اتخمّيت فيها أقسم بالله يعني وندمت إن أنا أهي
هي الروايه التانيه اللي انا اتخميت فيها يا جدعان اسمها ذا سيفن هازبندز اوف ايفلين هوجو. الكتاب ده اللي هو مين عارف كده زي في مسلسل مصري تقريبا كان اسمه زهرة وازواجها السبعه تقريبا او حاجه زي كده يعني فاهم. فدي بتتكلم عن واحده يعني كانت متجوزه سبعه يعني بص حاجه بشعه كده فاهم. دول اسوأ روايتين انا قراتهم في حياتي. تقول لي اسلام احنا جايين ناخد منك احسن روايتين انت بتقول لنا على اسوأ روايتين. بتقول لنا على اسوأ روايتين. هقول لك انا بقول لك بس ده عبره تعتبر مني لان أنا ضيعت وقتي في قراءه مثل هذه التفاهات. تمام اقسم بالله يا جماعه انا ندمت يعني فاهم على قراءه الهبل ده لان انا ما خدتش فكره هم بيتكلموا عن ايه من قبل ما اقراهم يعني تمام. علشان كده قلت لك في البدايه عشان انا بعكس الصوره كل شويه بس عشان ايه بقى الكاميرا مقلوبه عشان اوريك بس الاسماء يعني. فانا بقول لك عبره انك يعني خد نبذه بسيطه بس عن ايه محتوى الكتاب او الروايه اللي انت هتجيبها قبل ما تجيبها. تمام لان دي ممكن تكون فاهم تلاقي عليها هايب مثلا على تيك توك ولا حاجه والناس كلها وهي حاجه في قمه البشاعه والله يعني تمام. ما حدش يا جماعه يقراهم والله العظيم. انا غير مسؤول عن العبث ده. انا بقول لكم مثال على فاهم. خلاص فهمت قصدي. طيب فنرجع تاني. انت خلاص عملت الموضوع ده يا اسلام 5 صفحات في اليوم حاجه بسيطه مش هياخدوا معايا 10 بالظبط كده. فانت بعد شهر هتدعي لي انك بنيت غريزه القراءه. بعد كده انت هتقرا براحتك انت هتفضي وقت علشان تقرا والله العظيم يا جماعه. تمام. ايه النصيحه فاضل نصيحتين نصيحتين اخريتين. تمام. ايه النصيحتين الاخريتين الفاضلين. النصيحه الاخيره اللي فاضله هو انك تحاول تحاوط نفسك بكوميونتي القارئين او كوميونتي القراء. تمام. يعني في مقوله كده بتقول تقريبا انت الافريج بتاع الخمسه اللي بتسمع لهم او الخمسه اللي بتقعد معاهم يعني او حاجه زي كده. يعني انت تقريبا يعني فاهمين اللي هو المرء على دين خليله. تمام يا جماعه من الاخر يعني فاهم. فانت حاول الحاجات اللي بتسمعها تكون مثلا الناس بتحب القراءه. على سبيل المثال نضال انا فاهم انا بحب نضال يعني فاهم بسمع لها من زمان قوي. من اول فيديو كانت يعني نزلته عندها وهي بتعمل ريفيو الكتب كان المحتوى ده قليل شويه فاهم. على اليوتيوب يعني فانا انتوا عارفين زي ما قلت لكم انا من وانا صغير بحب القراءه فصراحه انا متابع نضال من وانا تقريبا في اعدادي تقريبا او في اولى ثانوي فاهم. فالمهم يعني الكوميونتي بتاع القراء على تيك توك يعني لو انت معاك تيك توك في كوميونتي قراء لذيذ فاهم. سواء اجانب او عرب بيرشحوا كتب بيعملوا لك ريفيوهات لكتب فاهم. فحاول دايما تحاول نفسك في جروبات مثلا لو انت بتحب التليجرام بقى والحاجه في ناس بتعمل جروبات كده اللي هو ريد بقى احنا هنحدد كتاب بقى نقراه مع بعض بقى فاهم. الاجواء دي بتشجع جدا على القراءه فاهم. الاجواء دي بتشجع جدا جدا على القراءه يعني. ف يعني انا برشح ان انت تحاوط نفسك بناس بتحب القراءه مع ان انا مش بعمل كده لان انا مش بحب الناس اصلا فاهم. يعني انا مش ما اعرفش حد اللي هو نشاركه كده لا مش بحب اعمل كده بصراحه. لكن لو انت مثلا بتحب مثلا الجروبات والحاجات دي اعمل كده الموضوع مفيد فاهم. فحاوط نفسك بناس بتحب القراءه عشان تتشجع دايما فاهم. وانت زي ما قلت لك 5 في اليوم افتكر دايما كل ما تحس نفسك مش قادر قول لنفسك ده 5 ورقات مش هيعملوا حاجه كانك مثلا واقف بتشرب كوبايه شاي وخلاص مش هياخدوا وقت منك. لكن تاكد ان ده هيبني عندك غريزه القراءه ومع الوقت هتبقى شخص تاني. والله العظيم يا جماعه اقسم بالله هتدعوا لي مع الوقت. والله العظيم هتقولوا ربنا يبارك له اسلام حماده. تمام. طيب ايه اخر تب او اخر نصيحه هو انك يعني اهتم بالكواليتي اكتر من الكوانتيتي يعني انا عمري ما كنت مهتم انا مثلا قرات كام كتاب في السنه. يعني بشوف مثلا الناس على التيك توك مثلا كل اخر سنه مثلا يقول لك ايه اللي هو التيك توك مثلا او 2025 مثلا بوك رابد اللي هو يعني قريت قد ايه من الكتب يعني تمام. يقول لك قريت مش عارف 50 كتاب فاهم. حلو يعني تمام ما عنديش مشكله والله تمام. بس انا مش مهتم قوي انا قريت كام كتاب ليه. انا مهتم بقى انا طلعت من ايه من الكتاب. يعني ايه. يعني انا مثلا معايا الكتاب ده لو انا يعني قعدت مثلا فيه شهرين 3 بقرا كتاب واحد بس انا بطلع منه باستفاده غير لي المايند سيت بتاعتي غير لي حياتي افضل من اللي في الشهرين 3 دول كنت خلصت 20 كتاب. ده بالنسبه لي تمام. طب اعمل كده ازاي هقول لك. ان الحاجه اللي تقراها حاول بعد ما خلاص ما تقفل تطبقها في حياتك. بقرا كتاب حاول لو في وجه افاده فعلي تقدر تطبقه في حياتك حاول تبدا تطبقها في حياتك وخلاص وتنسى. يعني ايه تنسى يعني انا مثلا في حاجات كتير في حياتي انا بعملها بس انا مش فاكر قريتها فين. يعني في حاجات كتير في شخصيتي انا مش فاكر الكلام ده قريته في انهي كتاب ولا سمعته في انهي روايه ولا بتاع. لكن في حاجات كده مبادئ كده انا ماشي بيها. في كده حاجات انا بتعامل بيها في حياتي مع الناس. في حاجات في المايند سيت بتاعتي العقليه بتاعتي متغير فاهم. ليه؟ لان انا كنت باخد الحاجه دي واقفل. انا ما قفلتش خلاص انتهت لا انا بحاول اروح اطبق الحاجه دي في حياتي. فمع الوقت الحاجه اللي بقراها بقت جزء من حياتي بغض النظر انا قراتها فين ولا كان في انهي كتاب مش مهم. ما هو مش هيفرق معايا ما هو ايه الفايده الفعليه من الكتاب. هل الفايده هو انك قريت قد ايه من الكتب لا.
الفايدة هو إن أنت استفدت بإيه من الكتاب ده فاهم، إنك طلعت بإيه من الكتاب فاهم، ماشي؟ فبس يعني وزي ما قُلت لكم يا جماعة لو أنت بعد الفيديو ده ابدأ خلاص من النهارده بقى، حدد الكتب اللي حابب تجيبها، لو أنت معاك رواية بالفعل أو حاجة عندك حابب تقرأها، جرّب طريقة ال5 صُفح أو 5 ورقات، وزي ما قُلت لك حاول يا تستبدلها بعادة سيئة أنت بتعملها، يا تقرنها بعادة أخرى جيدة، يعني مثلًا بعد مثلًا الصلاة مثلًا، بعد صلاة العشا مثلًا أول ما أصحى من النوم مثلًا، قبل ما أنام مثلًا فاهم، هم 5 ورقات فاهم، حاول تعمل بالطريقة دي إنك تقرن عادة بعادة، بحيث تبني عادة جديدة مقترنة بالعادة القديمة، وحاوط نفسك بcommunity قُراء تمام، برنامج جوجل ريدز حلو جدًا، يعني أنا محمّله عندي بحيث إن أنت تحُط الكتب اللي بتقرأها، تعمل عليه review وتقرأ الcomments بتاعة الناس على الكتاب اللي أنت بتقرأه، تلاقي مثلًا الناس بيقرأوا نفس الكتاب اللي أنت بتقرأ فاهم، فهو برنامج جوجل ريدز حلو جدًا لأي حد بيقرأ تمام، وكمان ممكن تحُط فيه لو كتاب عجبك وعاوز تجيبه تحُطّه في البرنامج فاهم، وبس، وده حرفيًا والله العظيم يا جماعة خلاصة القول في موضوع القراءة، يعني لو أنت طبّقت الحاجات اللي باقولها لك بُص خطوات بسيطة جدًا والله العظيم فعّالة جدًا، تمام؟ شكرًا جدًا ليكم، هاستناكم يوم 29 إن شاء الله، إن شاء الله في معرض الكتاب، لو ربنا يعني ما كانش في أي مانع يعني، بس يعني شكرًا ليكم، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، وتابعوني بقى على الإنستا بقى عشان إيه لو أي updates بقى عن موضوع المعرض بقى، شكرًا ليكم جدًا، جدًا، لو عجبكم الفيديو قولوا لي في التعليقات، والله هتدعوا لي يا جماعة، هتدعوا لي لو أنتم طبّقتوا الكلام اللي باقول لكم عليه بعد مثلًا سنة أو سنتين، شوف شخصيتك، تفكيرك، حياتك هتتغيّر إزاي بعد ما تهتم بالقراءة، تمام؟ شكرًا ليكم، كان معاكم أخوكم إسلام حمادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.